السلام عليكم اعزائي المشاهدين. اليوم راني جيتكم بوصفه جديده. المره اللي فاتت درت لكم شطحه سردين بيضاء، الان راني حندير لكم شطحه سردين لا صوص روج. لا صوص روج هاد الوصفه واش تحتاج سردين بيان سور يجي كبير. انا في بلاصه السردين الكبير هذا شريت هذا البواسون بلون، بصح يشبه السردين الكبير البواسون بلون هذايا. واش نحتاج في هذه الوصفه؟ نحتاج بيان سور نحتاج العكري، هاوليك عندي العكري. نحتاج ايضا الكمون، هاوليك الكمون. نحتاج الفلفل الكحل، نحتاج الملح، الزيت، نحتاج راس ثوم. وحنا رانا في الموسم تاع الربيع، عندنا هذا الثوم الاخضر هذا دوك نوريكم باش نقطعوه كامل. نحتاج المعدنوس، نحتاج طماطم مصبره، ونحتاج الحبه طماطم بونسيم. كي تكون كبيره ما نستعملوهاش كامل، نستعملوا ابوبخي النص. كي تكون صغيره نستعملوها كامل. الان ندوزو لطريقه التحضير. قبل ما نبداو طريقه التحضير نوريكم برك باش نقول السردين ديالنا ولا البواسون اللي تختاروا. بون انايا هنايا ناخذ الصحن. بون انا هنا بديت نقي، هاوليك نحيت له الشوك اللي داخل، هاوليك نحيت كامل الشوك اللي داخل مع الراس بيان سور، واحتفظ بيه على جنب. نوريكم واحده اخرى. ناخذ واحده اخرى. بون ناخذ الموس ديالي هكذا نحلو منه. بون قلت ناخذ السمكه ديالي ولا لو بواسون باي، ولا بغيتو ديروا ان بواسون بلون كيما هذا. نحيلو بيان سور الاحشاء ديالو اللي داخل هكذايا. نخلص من الاحشاء هذوك اللي داخل كامل بهذه الطريقه. وهذا لو بواسون بلون ما يتلقاوش فيه بزاف احشاء لداخل. ومن بعد واش نديرو؟ ناخذ نزيد نحلو هكذايا منا، شغل نشرحو هكذايا باش نحيلو الشوك هذاك اللي داخل هكذا بهذه الطريقه كما راكم تشوفوا. انا راني نحيد كامل هذاك الشوك اللي داخل هكذا نحيلو ميم واش كاين كامل واش قاعد من تحت هكذا نزيد نحيلو بيان سور الراس تاعو هكذا كيما درت لهذه هكذا. نزيد من الجهه الدوزيام هكذا بهذا الشكل. ولا قعد لي هنايا الشوك ولا نسيت كيفاش نحيه، هاك شوف كاع الشوك اللي قعد لي نحيه. المهم هكذا انا نكمل نقي كاع السردين ديالي ولا بواسون بلون اللي هي ولا خيرتوه ونعاود نولي. بون اعزائي المشاهدين، هاوليك السمك تاعي بعد ما قشرته، هاوليك نحيت له كامل الشوك هاوليك، وقطعت الحبه على زوج. طبعا الحبه كانت هكذايا، انا حكمت الحبه وقطعتها على زوج هكذايا هاوليك كيما راكم تشوفوا. هنايا السمك تاعي كامل قطعته، مازال ما شللتوش. دوك نعاود نشلو وموراها نزيد نربي الحبه تاع الطوماطيش تاعي بالسكرفاج، ونقطع الثوم قطع صغيره كيما راه هكا الحبه كيما راكم تشوفوا فيها. نقطعوها بالموس ديريكتومون، نقطعوا المعدنوس ونعاودوا لونه. هنايا نقطعوا الراس تاع الثوم تاعنا. بون حينا له هذايا، هذا تقدروا تحتفظوا به بوغ لي سالاد ولا. الان ناخذوا هذا الراس بيسكو راهو الموسم تاعو خضر، نقطعوه ديريكتومون على زوج. نقطعوه شغل رانا نقطعوه في البصل هكذايا كيما راكم تشوفوا. هاكا نقطعوه صغير هكذا. بون نبدا هاد الجهه هنايا هكذا هكذا بهذه الطريقه. ماما هناك يقولوا لك. بون كيما راكم تشوفوا انا نكمل كامل نقطعو بهذه الطريقه. دني تشوفي لهنا، ها هو نكمل كامل الراس تاع الثوم تاعي ونعاودو نولي. المشاهدين هاوليك الثوم تاعي بعد ما قطعته. الان قلت كيما على بالكم بلي هذا الثوم الخضره تاع الفصل الربيع الدخلان يجي تومات صغار ومن برا يجي شغل بصل. انا باش نعاود نزيد ندرس هذاك الثوم اللي داخل، ناخذ الملعقه ونديرو في مهرز هكذا باش ندير به نخدم الدرسه ديالي هكذا كيما راكم تشوفوا. هاوليك بعد ما درت الثوم تاعي هنا في المهرز ديالي، واش ندير؟ ناخذ ملعقه صغيره تاع الملح، ما تكثروش بزاف الملح، حوالي هكذا ملعقه صغيره نديرها فوق هذا الخليط ونبدا نهرس فيه هكذا بهذا الشكل حتى الملح تاعي يذوب كامل هذاك الثوم بهذه الطريقه هكذا. نكمل نهرس الثوم ديالي. اعزائي المشاهدين هاوليك الثوم تاعي بعد ما هرستو هنايا، هاوليك درستو كامل في المهرس ديالي.
الان هاوليك ندخل داخل لا مارميت اللي حنخيب فيها، تكون هكذا شويه متسعه شويه من الداخل، هكذا نفرغ كاع الكميه. الان هنايا المهرس تاعي نضيف له شويه ماء لداخل، قلت نضيف له شويه ماء لداخل هكذايا نشلو، باسكو ماشي غنحط الثوم ديريكتومون على النار باش ما تحرقنيش، نضيفو هنا مع الثوم ديالي. واش نضيف ايضا، نزيد نضيف له حوالي 3 ملاعق كبار تاع الزيت، 1 2 3، وما نزيدش بزاف الملح باسكو راني درت ديجا مع الثوم، نزيد شويه برك ملح حوالي هكا ملعقه صغيره تاع الملح. واش نضيف ايضا الان، ندور لي زيبيس، ندير حوالي ملعقه صغيره تاع فلفل عكري هكذا تكون معمره هكذا كما راكم تشوفون. نزيد ايضا ملعقه تاع الكمون، ونزيد ملعقه هكايا تكون صغيره تاع الكمون هكذا. ندير كاع التوابل على خطره، ونزيد حوالي ملعقه صغيره ايضا تاع الفلفل الكحل كما راكم تشوفوا هكذا. الان واش حندير، نخلط كلش كما راكم تشوفوا هاد التوابل هنايا هكذا مع الثوم، نخلطهم بيان هكذا. هذه هي الدرسه ديالي، هذا ما يسمى بالدرسه، نخلطهم بيان نحلهم بيان بالزيت هكذايا. الماء داك الشيء اللي درتو طرش الماء حوالي شويه، حوالي 6 ملاعق كبار تاع الماء، ونديرهم يتقلاو فوق النار. هاي اللي نحطهم يتقلاو على نار هادئه، نقص النار هكا نخليهم يتقلاو على نار هادئه، نغطيهم بيان سور ونروح نقطع المعدنوس ديالي. قلت نبدا نقطع المعدنوس تاعي، هذوك اللي تيجي نقطعهم هكا رقاق باسكو هذوك اللي نسحقهم دوكا كيما راكم تشوفوا هكذا، نقطعهم صغار بهذا الشكل هكذا. هادو اللي حنسحقهم دوكا يتقلاو لي مع الثوم، والمعدنوس الاخر اللي من الفوق هادو نسحقهم برك للتزيين هكذا. اعزائي المشاهدين، هاوليك الثوم تاعي بعد ما تقلى. انا واش حنزيد كي قطعت المعدنوس، نزيد هذوك اللي تيج هكذا يعني من التحت تاع المعدنوس هكذا، نخليهم يتقلاو، ونزيد شويه تاع الاوراق من الفوق، والباقي نخليه هذا خليه للتزيين ونخليهم يتقلاو. هذيك راني درت المعدنوس ونخليه هكذا. اعزائي المشاهدين، في الوقت راني درت الدرسه تاعي تقلى، ناخذ هنايا الطوماطيش هذيك كما كنتو فيها شويه كبيره، ما نديهاش كامل. ندير غير هذه الكميه اللي نسحقها، هذه نرديها ونرابيها. نديرها وليك بعد نحط الطوماطيش تاعي بعد ما رابيتها، هاي ديك الكميه اللي تحصلت عليها. الان حنضيفها طبعا للدرسه ديالي. هاي ديك الدرسه تاعي اعزائي المشاهدين، انا بدلت لها النار، درتها ابتي فو، نحيتها من الاخر كان شويه قاوي، نضيف لها بالطماطم ديالي. هاي ليك نزيد نخليها تحلى شويه على نار هادئه بيان سور هكذا كيما راكم تشوفوا هكذا على نار هادئه، ونغطيها بيان سور ونخليها تتقلى. هنايا انا في الوقت اللي درت الخليط تاعي تاع الثوم والطماطم يتقلى، هنا ناخذ حوالي ملعقه كبيره تاع طماطم هكذا كيما راكم تشوفوا هكذا، ما تكونش معمره بزاف، ونضيف لها شويه ماء. قلت نضيف لها شويه ماء هكذايا، نسيت نحاول نحلها من الداخل هكذا. هاي الطماطم تاعي بعد ما حليتها بشويه ماء كيما راكم تشوفوا، طماطم مصبره، نضيفها للخليط ديالي اللي راه يتقلى. اعزائي المشاهدين، هاوليك الخليط تاعي اللي راه يتقلى هنايا، نضيف له الطماطم المصبره لداخل كيما راكم تشوفوا هنايا. هاي ليك ندير كامل الخليط هذا ديالي ونخلط بيان سور هكذا، نزيد نخلط كيما راكم تشوفوا هنايا هكذا، ونزيد نخليه يتقلى شويه حوالي 2 دقائق. وهنايا راني دايره الماء يغلي في كاسرونه
ومن بعد كي تقلى لي الخليط ديالي هدايا نمرقو بالماء ونضيف لي بواسون ديالي السمك ديالي. السمك تاعي انا هنايا بعد ما شليته وخليته الان هذيك الدرسه تاعي راهي تقلى نروح نضيفو في الدرسه. بون هاي ليك الدرسه تاعي بعد ما تقلات. هاي ليك هنايا نضيف لها شويه ماء هكذا كما راكم تشوفوا هكذا شويه هنايا. بون هنايا الدرسه تاعي كي طيب معناتها خلاص السمك ماشي غياخد بزاف وقت في الطياب. الان نبدا ناخذ في السمك ديالي هذا ونبدا نحط هكذا. بون هاد لاكو ديالي تكون من تحت نبدا نحط هكذا بهذا الشكل كما راكم تشوفوا. ندير كامل في الفنيجره ديالي هكذا كمل كاع الكميه. اعزائي المشاهدين هاي بعد ما نضيف كامل الكميه تاعي تاع السمك بون ندير هاد الحركه بلا ما نلمس بالمغرفه هكذا حركه دائريه هكذا نعاود نغطيه. بون ماشي حياخذ لي بزاف الوقت الطياب نغطيه ونخليه يطيب بوندون ابري 10 مينوت جوسكا ان كاردور ونعاود نولي له. هنايا هاوليك بعد ما جازت ربع ساعه هاوليك السمك تاعنا هاوليك راهو طاب. هاوليك شوفوا هاوليك لاصوص نخلولو لاصوص هكذا توجو حركه دائريه بلا ما نديرو بالمغرفه. واش حنزيد نطفيو عليه ونزيدولو رشه تاع معدنوس من فوق هكذا ويكون السمك تاعنا شطيط سمك صوص روج واجد. هاوليك السمك تاعنا اعزائي المشاهدين. الان نتلاقاو في طريقه التقديم. هاي ليك اعزائي المشاهدين هنايا شطيط حتى السمك تاع لي بواسون سردين ولا كيما انا هنا درت سمك ابيض راهي جاهزه. هاي ليك شوفوا هاي ليك هذه هي الوصفه الحقيقيه العاصميه. الان واش خصنا نديروا لها هذه الوصفه واش تحق عصره قارص. هاوليك نديروا لها عصره قارص كيما راكم تشوفوا هكذا. هاي ليك اعزائي المشاهدين هاوليك اعزائي المشاهدين الطبق الثاني هاوليك نزيدوا له ايضا عصره قارص هكذا كيما راكم تشوفوا هاكا. هذا واش يسحق عصره قارص لازم له الوصفه هذه لازم لها القارص. هاي ليك وصفه عاصميه بامتياز 100% هكذا اعزائي المشاهدين. الوصفه تاعنا تاع اليوم تناولوها بالصحه والهنا ونتلاقاو في الاعداد المقبله. مريومه واش يديروا لنا؟ جام. واش يديروا؟ قولوا يديروا جام. قولي لهم يديروا جام هكذا. اعزائي المشاهدين تابعونا بجم ولا بتعليق يلحقكم جديد في الاعداد المقبله ان شاء الله. و صحتكم.